عمرك شفت طفل عنده كتف أعلى من التاني؟ دي ممكن ما تكونش عادة غلط، ممكن يكون اعوجاج في العمود الفقري. هنتكلم النهارده عن حاجة مشهورة جدا وهي السكليوزس أو انحناء العمود الفقري. السكليوزس هو انحناء جانبي للعمود الفقري، بيحصل امتى؟ بيحصل بداية من سن 10 سنين فيما فوق، والنوع ده بيسموه ايديوباثيك. يعني ايه ايديوباثيك؟ يعني غير معلوم السبب، لسه مش عارفين سببه ايه. في انواع تانية بتحصل للاطفال من شهور لحد 3 سنين، ومن 3 سنين لحد 7، ولكن احنا هنا بنتكلم على النوع الايديوباثيك اللي بيجي في سن المراهقة من 10 سنين فيما فوق. لما بيجي طفل عنده سكليوزس بيبقى مهم نعرف هل السكليوزس ده structural ولا نون structural، يعني هو ثابت ولا متحرك. وده بنعرفه ازاي، او ممكن نعرفه في البيت ازاي بسهولة جدا. لو الطفل ده عنده اعوجاج مثلا على جنب، هو منحني على الجنب ده، لو انا رحت نيمت الطفل على الجنب التاني فراح الظهر معدول ومفرود، يبقى ده نون structural. يعني ايه نون ستراكتشرال؟ يعني الفقرات ما تغيرش شكلها ولا تغير وضعيتها على بعضها. ولكن لو الطفل عنده انعوجاج على الجنب ده ورحت انا نيمه على الجنب ده علشان اشوف هل ظهره هيتعدل ولا لا، لقيته ما اتعدلش، فضل مرفوع لفوق ومش عارف يفرد نفسه. طيب ممكن حاجة تانية، ممكن اقول للطفل ده ميل لقدام، هو هيميل لقدام. لو ميل لقدام لقينا العمود الفقري اتفرد، يبقى هو كده نون ستراكشرال، يعني حاجه مش ثابته وحاجه سهل علاجها بالتمارين وزي ما هنقول يعني. طيب لو عمل كده ولقينا الاعوجاج ظاهر وفي همب كده، او القفص الصدري لافف معايا وطالع شويه، يبقى ده ستراكشرال او ثابت. الاستراكشرال بيكون حصل معاه دوران او روتيشن في الفقرات، وده بيكون ثابت وده بيكون علاجه جراحي. ولكن النون ستراكشرال ده بيكون سببه ايه؟ بيكون سببه لا اما ان الطرفين الرجلين الاتنين مش طول واحد، عندي رجل اطول من رجل، فعملت لي ايه؟ فخلت الهب او البلفس نفسه، الحوض بمعنى اصح، مايل على جنب اكتر من التاني. ده دخلني في سكليوز. ممكن يكون ايه؟ عضلات، مشكلته كلها عضلات، ان عضلاته في جنب ضعيفة وعضلاته في الجنب التاني مفرودة على الآخر، فخلت الموضوع ياخد شكل كده، في عضلات شد على جنب وعضلات ستريتش على الجنب التاني، فخلته واخد الوضعية دي. مع بعض الهابتس بقى ان الطفل ده في السن ده تلاقيهم بيشيلوا الشنطة على كتف واحد طول ما هو قاعد في الديسك مميل على جنب. دي كلها حاجات بتزود الموضوع لكن مش بتبدأه، بس الطفل بيبقى عنده عرضة للحاجة، العوامل دي ممكن تزودها. شكله بقى بيبقى عامل ازاي؟ الاول الاسكليوزس بيبدا حرف سي، يعني ايه؟ يعني هو خلاص بقى مميل على جنب كده. بعد شويه الجسم لازم يعمل كومبنسيشن، يعني يعادل الحركه دي عشان الراس ما تبقاش فاضله راح عامله كده، فيروح عاملها الناحيه التانية، فيبدا يتحول لحرف الاس، وكده بيبقى اصعب من الاول. طيب التشخيص الاول بيكون الدكتور بيعمله بالتستات اللي انا قلت عليها، هو ان هو يخلي الطفل ده يميل لقدام، وهيشوف هل ظهره هيفرد ولا مش هيتفرد. لو ما اتفردش يبقى ده structural، لو اتفرد يبقى ده non structural. وكمان بأشعة، بيعملوا أشعة اكس راي وبيطلعوا بيها اللي هي الأشعة العادية يعني، وبيطلعوا بيها حاجة اسمها كوبس أنجل. بتطلع ايه؟ بتطلع درجة انحناء العمود الفقري، ميلانه ده واخد زاوية لحد كام. عندي أقل من 10 ده بعتبره طبيعي أو بإجنور، بتجاهله، مالوش لازمة معايا. من 10 لحد ال25 ببدأ أعالج الطفل ده علاج تحفظي أو ملاحظات. يعني إيه observational أو ملاحظة؟ يعني إيه ملاحظة؟ إن أنا ببدأ أتابعه أشوفه هل هيزيد ولا هيبقى ثابت ولا إيه اللي هيحصل معاه. من 25 لل40 لا، بتدخل بقى، بجيب بريس او يعني زي حزام كده الطفل بيلبسه، بيحافظ على العمود الفقري في شكله ثابت، بيعمل جلسات علاج طبيعي. جلسات العلاج الطبيعي دي بتشمل ايه؟ بتشمل تقوية وموازنة العضلات اللي على جانبي العمود الفقري. ازاي؟ انا عندي عضلات الناحية دي وعضلات الناحية دي، هو مميل كده، العضلة دي شده او قصيره والعضله دي طويله، فهو بيبدا يفرد دي ويبدا يقوي الناحيه التانية او الجنب التاني. فانا بعمل موازنه للعضلات على جانبي العمود الفقري علشان التحسن يبقى احسن، وكمان على الاقل لو مش هيتحسن ان هو يحافظ عليه في الوضعيه دي، ما يزيدش اكتر من كده. اكتر من ال40 ده بيضطر يدخل جراحة، لان بيكون اصلا حصل معاه روتيشنال او دوران في الفقرات، وعمل لي همب على مستوى القفص الصدري، لف لفوق شوية كده زي ما قلت لحضرتك. لو ميل لقدام هنلاقي ان في همب او حتة عالية عن الجنب التاني، فده لازم يبقى تدخل جراحي.
كمان ممكن ادخل الطفل ده تدخل جراحي امتى؟ لما الاقي ان العلاج التحفظي مش جايب نتيجه، اللي هو البريس او الحزام ده مع الجلسات مش جايبه نتيجه معايا، بل بالعكس الموضوع بيزيد معايا، فانا هدخله جراحه. ومن هنا حابين نقول ان الاسكليوزس او الجنف او انحناء العمود الفقري مش حاجه ثابته لكل الاطفال، اللي بتختلف من طفل للتاني. مهم ان انا اعرف الطفل ده درجته كام، هل هيحتاج علاج ايه بالظبط، علشان نلحقه بدري وما يحتاجش الموضوع ما يسوقش اكتر. زي ما قلنا الاكتشاف المبكر بيفيد جدا، يعني لو شاكك في اي ميل او انحناء على مستوى العمود الفقري بتاع طفلك، مهم جدا تروح تكشف وتطمن عليه علشان الموضوع ما يزيدش وتعرف تلحقه في البداية. يا ريت لو استفدتوا من الفيديو تعملوا لايك وتشير مع كل قرايبكم اللي عندهم اطفال.